السلام عليكم. بغيتك دابا تغمض عينيك شوية وتتخيل معايا هذا المشهد. مليارات ديال البشر في مختلف بقاع العالم، من المغرب حتى اليابان، من البرازيل حتى لأستراليا، جالسين قدام التلفاز أو التلفزيون التليفون أو الحاسوب كيتسناو نفس اللحظة. القهاوي عامرين، الشوارع خاويين، الناس كيتناقشوا، السوشيال ميديا شاعلة، وكل شي كيتسنى بداية حدث واحد: افتتاح كأس العالم. ولكن السؤال اللي قلال اللي كيسولوه هو علاش هذا الافتتاح بالضبط كيتفرج فيه العالم كامل؟ علاش حتى الناس اللي ما كيتفرجوش في الكرة طول العام اللي كيجي المونديال كيلقاو راسهم تابعين الافتتاح؟ واش غير بسبب الكرة، ولا كاين شي حاجة اعمق من هذا الشيء كامل؟ اليوم غادي نحاولوا نجاوبوا على هذا السؤال، وغادي نكتشفوا بان افتتاح المونديال راه ماشي مجرد حفلة قبل ماتش كروي، ولكن ظاهرة عالمية عندها أبعاد نفسية ثقافية واجتماعية كبيرة بزاف. خليك معايا حتى الاخر، حيت غادي تسمع هضرة عمرك ما سمعتيها ولا فكرتي فيها. خاصك تعرف أن المونديال أكبر من كرة القدم. أول حاجة خاصنا نفهموها هي أن كأس العالم ما بقاش غير بطولة رياضية. زمان كان الناس كيتفرجوا في المونديال باش يشوفوا المنتخبات والماتشات، أما اليوم المونديال ولا صناعة عالمية، حدث إعلامي ضخم، فرجة عالمية، مناسبة ثقافية، وحتى فرصة للدول باش تقدم نفسها للعالم. وعلى داكشي ملي كيكون الافتتاح ما كيكونش مجرد بداية بطولة، كيكون بحال بداية فيلم عالمي كيتسناوه الملايين. فكر فيها، إذا كنتي كتعاين شي مسلسل العام كامل فأكيد الحلقة الأولى غادي تكون مهمة بالنسبة لك. نفس الشيء بالنسبة للمونديال، الافتتاح هو الحلقة الأولى ديالو، هو البداية ديال قصة جديدة، قصة فيها الانتصارات، الدموع، المفاجآت والمحاولات، واللحظات اللي كيبقاو في الذاكرة لسنين طويلة. أحد الأسباب اللي كتخلي الإنسان أنه كيتشوق يتفرج في الافتتاح حيت الإنسان كيعشق الاحتفالات الكبيرة. واحد الحاجة مهمة بزاف خاصنا نعرفوها: البشر بطبيعتهم ينجذبوا للحفلات الكبرى من آلاف السنين، والناس كيجتمعوا في المهرجانات والاحتفالات والمواسم. علاش؟ حيث الإنسان كيحب يحس براسو جزء من مجموعة كبيرة، كيحب يحس أنه كينتمي لشي حاجة كبر منه. ودابا تخيل ملي كتكون كتشوف افتتاح المونديال، راه ماشي غير انت اللي كتشوف، كاينين الملايير بحالك، نفس اللحظة، نفس المشهد، نفس الموسيقى ونفس الفرجة. وهنا كيوقع واحد الإحساس غريب، كتحس أن العالم كامل مجتمع في بلاصة واحدة، وخا الاختلاف في الدين، اللغة والثقافة. هاد الإحساس بالوحدة العالمية نادر بزاف، ولكن المونديال كيخلقه بواحد الطريقة مميزة. سبب تاني هو أن كاين واحد القوة نتاع الفرجة البصرية اللي كتجذب المشاهد. خليونا نكونوا صرحاء، حتى إذا ما كنتيش من عشاق كرة القدم صعيب تشوف افتتاح مونديال منظم مزيان وما يعجبكش. علاش؟ حيث المنظمين كيصرفوا ملايين الدولارات باش يديروا عرض يبهر العالم: أضواء، مؤثرات، شاشات عملاقة، رقصات جماعية، ألعاب نارية، تقنيات حديثة. كل شيء محسوب بالدقيقة والثانية، بحال إلا كتشوف فيلم هوليودي مباشر. وهذا الشيء بالضبط اللي كيخلي بزاف ديال الناس يتفرجوا، ماشي على قبل الماتش ولكن على قبل الفرجة، حيث الإنسان بطبيعته كينجذب للحاجات الكبيرة والمبهرة. واحد السبب واحد آخر هو الفضول. كاين واحد الفضول أقوى مما تتخيل، لأن كل دولة كتستضيف المونديال عندها هدف واحد منهم: تبان قدام العالم بأحسن صورة. ولهذا كتحاول تستغل حفل الافتتاح باش توري الثقافة ديالها والتاريخ ديالها والقيم ديالها. والمشاهد كيبقى عنده فضول: شنو غادي يوريو هاد المرة؟ شنو هي الرسالة اللي باغيين يوصلوا لها؟ شنو هي المفاجآت اللي محضرين؟ هاد الفضول وحده كافي باش يخلي الملايين يتفرجوا، حيث الإنسان كيبقى ديما باغي يكتشف الجديد. واحد السبب واحد آخر اللي هو بداية حلم جديد. كل 4 سنوات كيتعاود نفس السيناريو: منتخبات داخلة وهي كتحلم تهز داك الكاس في الأخير، لاعبين باغيين يدخلوا التاريخ، جماهير عندها أمل كبير، وحتى الناس اللي عارفين أن منتخبهم ضعيف كيبقاو متشبتين بالأمل، لأن الأمل عند الإنسان حاجة قوية بزاف. والمونديال كيغذي هاد الأمل، حيث في الكورة أي حاجة ممكنة. الفريق الصغير يقدر يفاجئ الكبير، واللاعب المغمور يقدر يولي نجم عالمي في ليلة وحدة.
ولهذا كيكون الافتتاح بحال واحد فتح باب الأحلام، لأن الجميع كيحس أن أي شيء مازال ممكن، وأن القصة الحقيقية مازال مبداتش، ويمكن أجمل لحظة في المونديال كامل هي هذه اللحظة اللي كل شي كيحلم ومازال كيحلم بيها. خبرني في التعليقات، نتوما شنو هما السبب اللي كيخليكم تفرجوا في الافتتاح ديال المونديال؟